النقطة الأخيرة فقط أخيرة في هذا، أن هؤلاء القوم عندما يتجمعون ويصرخون ويصيحون ويزعقون أننا نبرأ من المشركين أو أننا نبرأ من اليهود وأن نبرأ من إسرائيل أو نبرأ من أمريكا، فعلهم شوف لاحظ فعالهم هذه لكي يجذبوا الناس إليهم. ودليل على ذلك أن الذين يتفرجون عليهم من المخيمات المحيطة بهم كثر. صحيح. اي نعم، يعني اي نعم، والميكروفونات المستخدمة نعم. ويضعونها على أعمدة الكهرباء وعلى أعمدة الإنارة حتى تسمع، ويتحدثون بعدة لغات. تخيل أنا رأيت هذا. صحيح. بعدة لغات. تجد يتكلم باللغة الأندونيسية، باللغة كذا، باللغة كذا، حتى يجذب الأندونيسي، يجذب حتى النساء لديهم اي نعم بلغات. الوقفة الأخيرة لاحظ، هؤلاء الفرس يستغلون قضية العرب وجهل العرب. العرب عندهم تجهيل، يعني الإعلام العربي يسير على مبدأ التجهيل. العميل نعم. التجهيل الكلي، فيستغلون هذا التجهيل لصالحهم. أحسنت. الآن نادر من العرب من الذي يعرف الحقائق. عندما أتكلم في تويتر لاحظ، عندما أتكلم في محاضرة أو في درس أو في لقاء، يأتي أحدهم ويقول إخوان سنة شيعة، لا للطائفية، أنت عنصري، أنت تفرق الأمة، أنت ليش؟ هنا هذا ثمرة من ثمار الإعلام، وهم جيدين ويعملون ونشيطين وهم يشتغلون وهذا يصرخ. وهذا صحيح. أنا أعتذر لكم الشيخ الفاضل، لأن لدي مقاطع ودي أظهرها اللحظة يعني الحلقة بإذن الله. تطبيق كلام الشيخ نرى الآن يشاهد حول المقطع الذي نشاهده الآن في حج قبل العام الماضي في مشعر عرفة، وهم ينادون بالبراءة من المشركين. استمعوا، انظروا إلى المكان الذي هو لهم، انظروا إلى مكبرات الصوت، إلى الإمكانيات، من أين أتت يا ناس؟ وما هذه الحرية في عرفة؟ وكذلك بعد سنشاهد في المدينة النبوية. نعم، المقطع الرابع بإذن الله سيشاهد الآن، يظهر الآن الذي هم يدعون بأنهم يتبرؤون من أمريكا، الموت لأمريكا، إلى إسرائيل، إلى آخره. خلونا نشوف المقطع ونعود إليكم. ومن سيحج أو حج العام الماضي وقبله السنة هذه سوف يشاهد كثير، والله المستعان. يا أيها المسلمون اتحدوا بحبل رب العالمين، اعتصموا. هذه الدعوة من مشعر عرفة، وهذا الاتحاد والدعوة للمسلمين أن اتحدوا على حبل رب العالمين لا وهو علي كما يعتقدونه. وشيخ تعليقك على مثل هذه المشاهد التي نشاهدها في مشاعر بلاد الله الحرام، هذه الجرأة، هذا يعني الآن على الترجمة للقنوات تنقل بكل حرية بكل أريحية، وهناك الأعظم ولدها في المدينة النبوية دعاء كميل، هناك كذلك سوف يكون لنا بإذن الله وقفة معه إذا أراد الله سبحانه وتعالى فيما بقي من وقت. يعني ماذا بقي لنا؟ نحن أصبحنا نحن الغرباء في ديارنا. رأيناهم في سطح الحرم، هذه موجودة، نعم سنعرضها بعد، ورأيناهم في الساحات المحيطة بالبقيع، ومعهم الأجهزة الضخمة جدا المنظمة المرتبة، وقنواتهم تنقل البث